هنعمل النهاردة أحلى حاجة، حلوى سهلة وسريعة وكمان اقتصادية ببواقي التلاجة. هنعمل أحلى الحلويات بالجمال اللي احنا شايفينه ده. يعني عندك بواقي تلاجة، أي فاكهة في التلاجة هاتيها وتعالى هقولك ازاي هنعملها ونطلعها بالجمال ده علشان ولادك يحبوها ويبطلوا يجيبوا حاجة من بره. هنخليكي تعملي أحلى الحلويات ببواقي التلاجة. يعني في الحر ده لازم دايما حاجة باردة حاجة ساقعة، عاوزينها دايما تكون كده ترطب علينا في الحر اللي احنا فيه. بصراحة احنا وولادنا، يعني مش ولادنا بس، احنا اكتر كمان. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة حياة توفير مع اسماء محمد. ان شاء الله هنعمل النهارده فيديو خفيف خالص، بس فعلا حاجة جميلة خالص، احلى كتير من اي حاجة تشتريها من بره. يعني مثلا اعتبريها كده حاجة يعني في الحر ده احلى وانضف كتير من اي حاجة هتجيبها لاولادك من بره، حتى كمان يعني تبقى عاملاها بايدك وعارفة مصدرها. النهارده هنعمل طريقة حلوى سهلة وسريعة، حلوى باردة، علشان يعني في الحر اللي احنا فيه يعني محتاج دايما يعني حاجة كده ترطب علينا. فهنعمل حاجة كده يعني سهلة وسريعة معاكم وفي نفس الوقت يعني ببواقي التلاجة. تعالوا بقى هقول لكم هنعملها ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين، هنقول ايه اللي هنجيبه، هنسمي الله مع بعض كده ونقول ايه اللي هنعمله في الفيديو بتاعنا النهارده. انا كان عندي يعني شويه مشمش على برقوق على كام خوخيه كده، وكان عندي فاضل موز كمان. فبصراحه يعني الولاد مش بيحبوا ياكلوه كده، مش عارفه لسه كده في اوله، يعني مش مسكر، بس قلت خلاص يعني انا جبته وخلاص، حتى لو كده مش هرميه. يعني اي حاجه عندك لازم تستفادي منها، ويعني تعملي اي حاجه ليها اعاده تدوير. يعني هي الحاجه بتاعتي ما ولا حصل لها اي حاجه، لسه صابحه او فريش زي ما هي، يعني لسه جايباها من السوق بقى لها كام يوم، بس لقيتها صراحه في التلاجة الولاد مش بيجروها ولا بياكلوها وكده. فقلت خلاص هنرميها ولا ايه؟ لا خساره، الدنيا غلا في كل حاجه، ما نرميش حاجه خالص. فعلشان كده قلنا انا يعني نستغلها ونعمل حاجه كده كويسه النهارده. عند الولاد مش قد كده في الفاكهه، بس بجد والله يعني لما بعمل لهم اي فاكهه بالشكل اللي انا بعمله النهارده ده او اللي هعمله معاكم، بجد ما بيخلوش منها اي حاجه. يعني عندي الفاكهه دي بقى لها كام يوم في التلاجة، 3 4 ايام. ما فيش، يعني مش شايفه كده ان هم بياكلوا منها، يعني قليل خالص لو حد خد مش مشايه او بروايه، يعني حاجه بسيطه خالص كده. فقلت طبعا لا خساره، فانا ما بحبش ارمي اي حاجه. لو عندي يعني فاكهه فاضله في التلاجة بعملها بقى بالشكل اللي انا بعمله ده، وفي طرق كتير بعملها بيها بجد. يعني كده فعلا هتغريهم، يعني العين بتاكل قبل ما احنا ناكل. طبعا الحاجه اللي بالشكل ده هتغري العيال خالص، هتخليهم ياكلوا الحاجه مش هيفضلوا منها، علشان طبعا ما نرميش اي حاجه. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا جبت الخوخ اللي عندي على المشمش والبرقوق زي ما انتم شايفينه كده، غسلته وصفيته كويس في مصفى، وبعد كده بدات ان انا يعني اقطعه زي ما احنا شايفين واطلع البذر منه. فبعد كده طبعا بعد ما اقطعه كله هقول لكم بقى يعني هنعمله بالجمال اللي احنا عملناه ده ازاي. خليها بالشكل ده، طبعا اغري الولاد كده هيحبوا اي حاجه. يعني حاولي كده تغيري شكل الحاجه وتطلعيها يعني بطريقه جميله خالص للولاد. يعني هم لو مش بياكلوها ياكلوها بجد والله، الطريقه دي جميله خالص. يعني مش مكلفه، يعني عندك الفاكهه فاضله في التلاجة هتبوظ منك؟ لا طبعا. فزي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا قطعت الفاكهه كلها اللي عندي، الموز على برقوق على مشمش على الخوخ اللي كان موجود زي ما انتوا شفتوا كده. القطع اللي تحب تقطعها بقى على حسب الاحجام، يعني الحجم اللي انت عايزاه، دي حاجه بتاعتك بقى وبراحتك. طبعا جبت عبوتين جيلي فراوله، انا بحب جيلي الفراوله بصراحه، يعني بيبقى فعلا لونه جميل خالص كده في اي حاجه. فقلت خلاص هنعمل باكوين كده جيلي فراوله. جبت ميه مغليه، يعني بصراحه انا جبتها بالبركه، هو يقول لك معيار كوبايه على كوبايه، بس بالبركه كده يعني بالنظر. انا حطيت الميه اللي انتوا شايفينها دي على باكوين، يعني انت بقى امشي على حسب المكتوب على العبوه علشان برضو تطلع معاكي مظبوطه. انا عملتها زي ما قلت لكم كده بالنظر وخلاص. فالحمد لله طلعت مظبوطه، مش محتاجه يعني مثلا مقادير ولا حاجه. فدوبت الجيلي مع كوبايه سكر كده، والسكر برضو على حسب الرغبه يا حبايبي، السكر دي حاجه بتاعتك انت زي ما تحبي. يعني دوبت كله ببعضه، وبعد كده بدات ان انا يعني اقلب الفاكهه كلها ببعضها، وجبت القالب الجميل بتاعي اللي هو يعني فيه فتحه من الوسط ده، بصراحه بيدي شكل جميل جدا للحلويات والكيكات. فانا قلت بقى اعمله كده النهارده، الاقي الفاكهه مش هرميها بصراحه، لازم اكلها لهم غصب عنهم، بس هعملها بطريقه الكل هياكل منها وهيحبها. بدات ان انا يعني عملت القلب بتاعي، دهنته دهنه خفيفه كده من الزيت، وبعدين حطيت في الارضيه بتاعته شويه جيلي، وبعدين حطيت شويه الفاكهه، وبعدين بدات ان انا احط عليهم تاني يعني كمان طبقه كده فوق. يعني حاولي ان انت يعني تخليها بالشكل اللي احنا شايفينه، لو عندك مجال في القالب بتاعك
غطي عليها بالجيلي مفيش مشكله، بس يعني اعملي دهنه خفيفه من الزيت علشان ما يلزقش منك لما تيجي تنزليه او تقلبي القالب بتاعك ده بالفاكهه اللي فيه. طبعا زي ما احنا شايفين انا فضل عندي فاكهه فجبت كاسات وقلت برضو هنعملها فيها، شكلها جميل جدا. بس بقى المفاجاه عندي يا حبايبي، ولادي ما صبروش لحد ما يعني ما صور باقي الحاجه ما شاء الله، يعني انا حشت منهم القالب ده بالعافيه. شفت بقى الفاكهه اللي كانوا هيسيبوها في التلاجة وهتبوظ، لا بجد والله انا بعرف ازاي ان انا يعني اخلي الولاد ياكلوا كل حاجه، ياكلوها بحب وفرحه كمان، علشان يعني انت بتخلي يعني فعلا الولاد يعني ان هم يحبوا الحاجه، يعني اي حاجه عندك اوعي ترميها. بجد والله يا حبايبي انا قناتي يعني دي يعني كل هدفها يعني التوفير، ويعني كل حاجه عندنا بنعملها بطريقه اقتصاديه. يعني عندك عبوتين جيلي مش حاجه، يعني انت لو هتدي العيل 10 15 جنيه مش هيعملوا له حاجه في الوقت اللي احنا فيه، كل حاجه بقت غاليه. وبعدين كمان بصراحه مفيش انضف من اللي انت بتعمليه، يعني شويه فاكهه زي دول لما تعمليهم بالجمال ده انسي بقى اي حاجه، وما صرفتيش عليهم غير عبوتين الجيلي، انت كده كده كنت عندك الفاكهه. بجد والله يا حبايبي فعلا يعني بنحاول نعمل معاكم وصفات وحاجات كتير ان هي توفر معانا. فطبعا زي ما احنا شايفين انا بدأت ان انا يعني عبيت الكاسات زي ما شفتوا كده وحطيت عليها جيلي، فضل برضو عندي شوية جيلي ما شاء الله، انا كنت فاكرة ان هو مش هيكفي بس ما شاء الله كفى وفضل كمان. فبعد كده انا حطيته في التلاجة، يعني سبته كده برد، وبعد ما برد حطيته في التلاجة، يعني تحطيه في التلاجة من الصبح يعني بالليل او من بالليل لتاني يوم، هتبقى متماسكة معاكي وجميلة جدا عشان تطلع معاكي بالشكل اللي انت هتشوفيه في اخر الفيديو وانا وريته في اول الفيديو. زي ما احنا شايفين بجد والله يا حبايبي حاجة جميلة خالص، حاجة مفرحة للولاد. بصراحة الكبار والصغار يعني بجد يعني مش هيعترضوا عليها خالص، لان فعلا حاجة لذيذة وفي نفس الوقت كمان اقتصادية بالنسبة لك، وحاجة يعني فعلا كفاية لونها وشكلها حاجة كده مغرية. بس قبل ما انسى يا حبايب قلبي احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيدخلوا القناه بتاعتنا ويشتركوا فيها، وبشكر كل اخواتنا وحبايبنا برضو اللي في القناه اللي بيعملوا لايك لاي فيديو، اللي يعني بيشيروا الفيديوهات بتاعتنا، اي حد بيكتب لنا ولو تعليق بسيط. بجد بشكركم كلكم، احسن اخوات ليا بصراحه، ربنا يخليكم ليا وربنا يجازيكم كل خير، احسن اخوات في الدنيا بجد، يعني فعلا لله في لله اكيد، يعني ما فيش بعد كده اخوات. يعني لا انتوا تعرفوني ولا انا اعرفكم، بس بجد يعني شكرا لكم كلكم والله، بجد انتوا بتفرحوني ليه يعني بوجودكم معايا، واي حد يعني يعمل له لايك او تعليق او يشير الفيديو، بجد يعني انا عاجزه عن الشكر ليكم، ربنا يجازيكم كل خير. ما تنسوش بقى يا حبايب قلب الناس اللي بتدخل جديده وبتتفرج على فيديوهاتنا يا ريت تشتركوا في القناه، ربنا يجازيكم كل خير علشان نكبر قناتنا، علشان بجد يعني اوقات بحس ان انا فعلا محتاجه وجودكم جنبي. فزي ما احنا شايفين بقى هو ده الجمال اللي احنا طلعنا بيه في الاخر، بجد والله مفيش بعد كده، يعني لما تعملي الجمال ده كله ببواقي التلاجة من غير اي تكلفة، لا بجد يعني حلوة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية، انت كده يعتبر ان انت وفرتي مش صرفتي. ليه بقى؟ علشان هما باكوين جيلي وطلعت بالجمال ده كله، بدل ما نرمي الفاكهة اللي كانت فاضلة عندنا في التلاجة، لا هنعمل لها اعادة تدوير ونطلعها بالجمال ده كله. لا تقولي لي حاجة حلوة من بره ولا حاجة حلوة من جوه، لا اعملي كل حاجة بايدك وفرحي ولادك وفرحي باللي انت بتعمليه. ما شاء الله احلى فيديو وحاجات اقتصاديه كلها بنعملها في القناه بتاعتنا. خلاص كده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلاص خلص، ما تنسوش بقى لايك الفيديو، يعني عاوزه منكم لايك وشير واشتراك في القناه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.